نشوف منه. بعد كده عملت I علشان اعمل inset، وبعدين E عشان اعمل extrude على الاكس اكسس، وبعدين نفس الكلام اللي عملناه في العجلة، عملت Alt وعملت select على الedge loops دي وكنترول B علشان اعمل bevel. بعد كده رحت على الفيس selection وبدأت اختار كل الفيسز دي، وعملت اي عشان اعمل انست بالشكل ده والدنيا ما تبصش مني لما اعمل شيد سموث. فعملت جي زد ورفعته لفوق بالشكل ده شويه، وبعدين اخترت الفيس دي وعملت اكس وديليت، وبعدين الت واخترت كل الادجز اللي تحت وعملت اي زد عشان حسيت ان انا محتاجه اكبر البيت شويه على الزد اكسس. بعد كده اخترت الباب وشفت واخترت الأكرة وجي زد ونزلته لتحت شوية، ونفس الكلام عملته في الشبابيك، اخترتهم وجي زد، وبعدين بدأت أعمل لهم سكيل شوية، وبعدين جي واي علشان أحطهم في مكانهم. بعد كده عملت سكيل للعربية شوية وجي زد عشان أرفعها فوق الأرض وتكون مظبوطة، وبعدين عملت اد بلين علشان أعمل الأرض، وبعد كده سكيل، وبعدين رحت تاني على البيت وفي الاديت مود من الادج سelection اخترت كل الادجز دي وعملت كنترول بي علشان اعمل بيفل للاطراف بتاعه البيت، لان انا ما كانش عاجبني شكله ان هو يكون حاد بالشكل ده، فعملت كنترول بي بالشكل ده. بعد كده رجعت تاني على العربية وحسيت ان انا برضو عاوزة اعمل لها بافل، فمسحت كل الادجز دي لانه لو دلوقتي انا عملت بافل كان المش هيبوظ مني، الشكل هيبوظ، فاخترت كل الفيسز دي وبعد كده الادجز اللي اتبقت عندي وعملت لها ديليت، وبعدين قلت واخترت كل اللوب بتاعة الفانوس بتاع العربية ودوست اف فعمل لي فيس، وبعدين كي علشان اجيب النايف تول وعملت كات علشان تبقى زي المش اللي حواليها، ونفس الكلام عملته الناحية التانية من العربية. بعد كده دوست A علشان اعمل سيلكت على كل الادجز اللي عندي، وبعدين من القائمة بتاعة مش عملت merge by distance، وبعدين بدأت أغير الميرج ديستانس بالشكل ده علشان يمسح لي أي edges زيادة أو أي vertices زيادة عندي. بعد كده اخترت الادجز دول وعملت جي واي علشان اظبطهم الاتنين يبقوا متساويين مع بعض، وعملت اكسترود اكس بالشكل ده. بعد كده بدأت اختار الادجز بتاعة العربية، وبعدين كنترول بي وعملت بافل حاجة بسيطة بالشكل ده، وبعدين نفس الكلام عملت ايه عشان اعمل select all، وبعدين ام عشان اعمل merge by distance وقللت الفاليو دي بالشكل ده. بعد كده من هنا خدت بالي انه الجزء اللي فوق ده مش مظبوط، المش بتاعه مش مظبوط، فاهم حاجة عندك وانت بتعمل اي شكل اي مش ان انت كل الفيسز بتاعتك تبقى عبارة عن 4 فيرتسز او 4 edges، لو هما 3 هتبقى بايظة معاك جدا. فاللي انا بدأت اعمله هنا ان انا بدأت احاول اعمل كاتس بالنايف تول اللي هي بكي، وبدأت احاول اوصل الفيرتسز بحيث ان هو تبقى كل فيس عندي عبارة عن 4 edges او 4 vertices علشان تبقى مظبوطة معايا لما اعمل شيد سموث. فبدأت اجرب بالشكل ده ان انا اعمل اكسترود لفيسز منهم وبدأت احاول اظبطها، وكل لما مش بلاقيها مظبوطة برجع تاني امسح edges واقص بالنايف تول لغاية لما اوصل للشكل اللي انا شايفاه مناسب او اللي احس ان هو مش هيبقى مبوظ لي شكل العربية. طبعا انت بتختار كل 4 vertices وبتدوس F فبيعمل لك فيس ليهم. بعد كده رجعت تاني على الإديت مود وعملت كنترول R وبدأت أزود لوب كاتس على وش العربية بالشكل ده علشان بعد كده أعرف أعمل الفوانيس بتاعة العربية، فكنت محتاجة كاتس زيادة بالشكل ده. بعد كده اخترت الثلاث فيسز دول من هنا واخترتهم هم من الناحية التانية، وبعد كده عملت I علشان أعمل inset، وبعدين رايت كليك من الماوس علشان أعمل extrude along normals ودخلتها لجوه شوية بالشكل ده. بعد كده رحت على الادج سelection تاني وعملت merge عشان اتأكد ان مفيش vertices زيادة عندي، وجربت اقللها كده لغاية ما لقيت ان هي هتبدأ تبوظ لي الشكل فعلتها تاني بالشكل ده. بعد كده عملت select على كل دول وعملت نفس الكلام اما عشان اعمل merge by distance
ومسحت الفيرتسز الزيادة. بعد كده لما جيت على البيت وعملت شيد سموث لاحظت ان هو بايظ بالشكل ده. فالحل إن لما بيبقى بايظ بالشكل ده ان احنا برضو نبدأ نعمل فيسز زيادة ونتأكد ان كل فيس عندنا معمولة ب4 edges. فنفس الكلام بدأت ان انا اعمل انست للفيسز اللي عندي، وبدأت بالنايف تول احاول اقطع الفيسز اللي معمولة من 3 edges بس. بدأت احاول اخلي كل الفيسز معمولة من 4 edges بان انا اعمل cuts واعمل dissolve للedges الزيادة اللي مخليالي الشكل بس 3 edges بدل 4. ممكن نبقى نعمل فيديو تاني ونشرح الموضوع ده بالتفصيل لان هو بياخد وقت شوية اثناء الشغل، فممكن نبقى نعمل له فيديو منفصل ونشرحه بالراحة واحدة واحدة. فكنت بجرب ان انا اعمل شوية كاتس وبعدين اعمل شيد سموث تاني علشان اشوف المش اتظبط عندي ولا لسه في مشاكل. ولما بلاقي مشاكل في جزء باخد بالي ان هنا في اكيد 3 فيسز انا مش واخده بالي منهم، وببدأ اعمل شوية كاتس تاني واحاول ان انا اخليه كله ب4 edges. بعد كده رجعت تاني على العربية وبدأت أظبط فيها تاني. وعموما لما حاجة ترخم معاك كده في الديزاين وتحس ان انت خلاص زهقت وجايب اخرك منها، بدل ما تسيبها بايظة حاول تسيبها شوية وتشتغل على حاجة تانية وبعدين ترجع لها. هتلاقي ان انت عندك قابلية ان انت ترجع تظبط فيها تاني. لو خدت منك وقت جامد او لو مخك ما بقاش مطلع افكار ومش عارف تحلها ازاي، سيبها بس شوية وبعدين ارجع لها. هتلاقي ان انت جاتلك افكار احسن ممكن تظبط بيها الديزاين بشكل افضل. بعد كده رجعت على العربية وعملت شيد سموث ولقيتها خربانة تماما بالشكل ده، فكان لازم اعمل نفس الكلام في الجزء ده بتاع العربية. فبدأت اعمل كنترول ار عشان اعمل لوب كاتس، وبالنايف تول بدأت اقص حوالين العجلة بالشكل ده. وكل خطوة كنت بعمل شيد سموث علشان اشوف الدنيا بتتحسن ولا بتبوظ اكتر. فلقيت ان الدنيا بدأت تتحسن حوالين العجل بتاع العربية. فعملت هايد للعجل بالشكل ده علشان اشوف جسم العربية نفسه، وبعدين علشان احل المشكلة بتاعة العجل فعملت ابلاي للموديفايرز اللي انا كنت عاملاها، وبعدين عملت الت واخترت كل الفيسز دي وعملت اكسترود along normals علشان احل المشكلة اللي كانت عندي. وفعلا ظبطت الشكل شوية بالشكل ده، وعملت سكيل للعجل علشان يظبط معايا. بعد كده عملت سيلكت على الفيرتيسز دول وبدأت أخليهم كلهم بنفس المستوى بتاع بقية الفيرتيسز على نفس الخط، وكي بالنايف تول وبدأت أعمل كاتس زيادة علشان يعمل لي اللفة بتاعة الشباك دي. بعد كده رجعت على الشبابيك تاني وعملت لهم انسات شوية، ونفس الكلام للفوانيس بتاعة العربية اخترت الادجز وعملت لهم ديزولف، وبعدين عملت انسات ورجعت تاني وبدأت أعمل كاتس بالنايف في كل حتة ألاقيها بايظة. لأن انت كل ما في الأمر زي ما شرحنا في فيديوهات قبل كده ان انت لما بيبقى المش بايظ عندك في حته بيبقى محتاج لوب كاتس تدعمه. فانت يا اما بتعمل لوب كاتس بكنترول ار علشان تدعم المش بتاعك، او ان انت بتعمل انست لو عندك فيس واسع زي كده زي الشباك ده، فانت بتحتاج ان انت تعمل اي علشان تعمل انست ويظبط معاك. او لو في فيس معاك مش راضي ان هو يعمل حاجه من الاتنين دول بالنايف تول بتبدا تقصه علشان يظبط معاك. بعد ما خلصت العربية عملت add plane وبعدين عملت لها extrude وكنترول R عشان اعمل loop cut، واخترت الإدج دي وعملت لها GZ عشان ارفعها بالشكل ده، ونفس الكلام في الإدج دي. وبعدين عملت scale فوق البيت علشان يبقى الروف بتاع البيت. بعد كده اخترت التو فيرتسز دول وعملت اس عشان اعمل لهم سكيل بالشكل ده، وبعدين بدأت اضيف الاضاءة بتاعتي فعملت اد اريا لايت وزودت الباور بتاعه بالشكل ده. بعد كده عملت سيلكت على كل حاجة في البيت وعملت لهم parent to object علشان أحرك كل حاجة مع البيت مرة واحدة. بعدين فتحت السناب تول اللي فوق دي وعملتها فيس علشان لما أعمل جي زد البيت يقف بالظبط على البلين، أو أي حاجة عموما أسلكتها تقف على الفيس اللي تحتها بالظبط.
وبدأت أحرك العربية كمان وأظبط مكانها بالشكل ده. بعد كده لغيت الفيس سنابنج ده علشان الحركة ما تبقاش بايخة، ورجعت تاني على السوليد مود وعلى الإديت مود ومسحت التو إدجز دول. بعد كده اخترت الإدج دي وشفت والإدج دي وعملت كنترول بي عشان أعمل لهم بيفل، فيبقى عندي حاجة بالشكل ده. بعد كده رجعت على الشبابيك دي وعملت برضو merge vertices by distance، وبعدين عملت alt واخترت الإدج لوب دي وعملت لها dissolve علشان لاحظت إن هي لما بعمل شيد سموث بتبقى عاملالي خط ملوش لازمة. بعد كده عملت شيد سموث ولقيت إن الباب برضو لسه بايظ، فاخترت الفيس دي وعملت inset وشيد سموث، فشكل الباب ظبط بالشكل ده. بعد كده رجعت على البلين وعملت subdivide وزودت الكتس بالشكل ده، وبعدين عملت add cylinder وبدأت أعمل له سكيل على الزي axis علشان أعمل الجذع بتاع الشجرة، وبدأت أظبطه بالشكل ده. بعد كده عملت له شيد سموث وبعدين عملت اد يوفي سفير علشان ابدا اعمل شكل الشجره من فوق، وبدات اختار كل يوفي سفير واعمل شيفت دي واخد منها نسخه واعمل لها سكيل باشكال مختلفه واحطها في اماكن مختلفه من الشجره علشان يبقى فيه تنوع شويه بالشكل ده، ونفس الكلام عملته في بقيه شكل الشجره. بعد كده رفعت شوية اللايت ده لفوق بالشكل ده وعملت له سكيل علشان يعمل لي إضاءة سموث، وبعدين بدأت أضيف الماتيريالز بتاعة الشجرة، فاخترت أول يوفي سفير واديتها اللون الأخضر بالشكل ده، وبعدين عملت سيلكت على كل اليوفي سفيرز التانية واخترت اليوفي سفير اللي ليها لون في الآخر، ومن السهم الصغير ده عملت copy material to selected. بعد كده نفس الكلام عملته في بقية الأوبجكتس اللي عندي، بدأت أسلكت كل أوبجكت واديها اللون بتاعها، وبعدين عند العربية وقفت على الإديت مود، وقفت على الفيسز اللي جوه الشباكين بالشكل ده وعملت لهم ديليت، وبعدين اخترت كل الفيرتسز اللي عندي ودوست اف علشان تبقى فيس واحد ما تبقاش مقسومة بالشكل ده. بعد كده عملت add point light وحطيته على جنب بالشكل ده وعليت الباور بتاعه ل1000، وطبعا كل ده انت لازم تكون على الريندر بريفيو علشان تشوف اللي بيحصل. بعد كده بدأت أسلكت الفوانيس بتاعة العربية كلها وعملت نيو ماتيريال وعملت اساين واديت لها لون اصفر بالشكل ده، ونفس الكلام في الاوكر بتاع العربيه ونفس الكلام في الشبابيك، عملت سيلكت على كل الفيسز بتاعه الشبابيك وعملت اد ماتيريال من هنا وبعدين اساين، وبعدين بدات ادي الشبابيك لون مختلف لبني برضو بس افتح شويه بالشكل ده، ونفس الكلام عملته في بقية الأوبجكتس اللي عندي في العجل بتاع العربية، اديتها ماتيريال جرايش شوية وعملت سيلكت على الفيسز اللي بس في نص العربية واخترت لها ماتيريال مختلفة من هنا من السهم الصغير ده من الماتيريالز اللي أنا أصلا عاملاها، وبدأت أختار الماتيريالز بتاعت بقية الأوبجكتس اللي عندي. بعد كده اخترت الفيسز دي بس من البلين اللي تحت وعملت اكسترود زد علشان ارفعهم شوية بالشكل ده، واديت لهم ماتيريال مختلفة علشان يكونوا باينين زي رصيف كده يكون البيت عليه، وبعدين بدأت أعمل ألت واختار الفيس لوبس دي علشان أعمل الشارع اللي تحت العربية، فاخترت كل دول واخترت لهم نفس الماتيريال واخترت لهم ماتيريال جرايش شوية علشان تديني إحساس الشارع، وهنا عملت اللون الأخضر ده يكون زي جنينة. بعد كده عملت كنترول ار عشان أعمل لوب كاتس في الشارع وعملت سكرول بالعجلة بتاعة الماوس وكونفيرم، وبعدين بدأت أختار ريكتانجل وريكتانجل لأ واديتهم ماتيريال جديدة وعملت assign وعملت دول بس لونهم أبيض. بعد كده اخترت البلين كلها وعملت شيفت دي منها 4 مرات بالشكل ده، ورجعت على الشبابيك تاني وبدأت أديها الماتيريالز بتاعتها بالشكل ده. بعدين عملت 0 علشان أشوف من الكاميرا وعملت سكرول بالماوس لجوه، وبعدين N ومن فيو عملت كاميرا تو فيو علشان بعد كده أبقى بتحرك بالكاميرا معايا، وبدأت أعمل سكرول لبره بالشكل ده وبدأت أظبط مكان الكاميرا بالطريقة اللي أنا عاوزة أخد بيها الصورة أو أعمل بيها رندر في الآخر بالشكل ده. وبدأت أظبط الإضاءات اللي عندي فرفعت الإضاءة دي شوية وعملت كذا بوينت لايت وبدأت أغير لون البوينت لايتس وأجرب أحطهم في أماكن مختلفة بالشكل ده وأغير الباور بتاعهم واللون بتاعهم لغاية لما أوصل لأفضل شكل يعجبني.
واخترت الفيسز دي وعملت اكسترود، وبعدين جربت اقلل شوية الباور بتاع الاضاءة وان انا اروح على الورد واغير لون الورد نفسه علشان يبقى عامل لي انعكاس موف شوية في الاضاءة، وبدأت ازود بوينت لايتس في الاماكن اللي انا حابة يكون فيها انعكاس ضوء على الاوبجكتس بتاعتي بالشكل ده. وبعدين رحت على الورد بروبرتيز وقللت السترينث بتاعة الاضاءة بالشكل ده، فبقى عندي في الاخر حاجة بالشكل ده. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو او استفدت منه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، وكمان علشان تدعم القناة. ولو ليك اي اسئلة او اقتراحات يا ريت تسيبها لنا في الكومنتس. ولو طبقت الفيديو ده معانا او عملت اي تطبيق تاني على بلندر يا ريت تشاركوا معانا على جروب الفيسبوك باسم ديزاين وورلد زي برضو. وبس كده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.